ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. يلا بينا مع بعض نخلل شوية زيتون كلاماتا، حاجة كده من الاخر هيقعدوا معاكي طول السنة من غير ما يغير طعمه، وهنعمله بطريقة لذيذة جدا وبخلطة سرية هتخلي طعمه في حتة تانية. يلا بينا نشوف وصفتنا. معايا هنا زيتون كلاماتا، شايفين شكله جميل جدا، هو بيكون ملون بالشكل ده. الزيتون ده بيطلع بعد الزيتون العزيزي وبعد كمان التفاح. عايزة اقولك لو جربتيه مرة مش هتبطليه، لان طعمه جميل جدا، وكلنا عارفين ان هو بيتباع في المحلات باسعار غالية. نغسل الزيتون بتاعنا غسلة كويسة جدا ونحضر الخلطة. الخلطة هنا عبارة عن ليمون وفلفل احمر وفلفل اخضر وجزر، وهبشرهم وارجع لكم. وبعد ما بشرت كمية من الفلفل الاحمر ومعايا كمان بشر جزر، ومعايا هنا اهم خطوة في تخليل الزيتون بتاعك الملح الخشن اللي بيقولوا عليه ملح رشيد. وبعد ما غسلنا الزيتون بتاعنا كويس جدا هنجهز الخلطة بتاعتنا. انا هنا معايا فلفل احمر مفروم حوالي ربع كيلو، تمام. لو انت عايزاه حراق هتزودي شويه. ومعايا هنا بشر ربع كيلو جزر، طبعا الحاجات دي اختياريه وبراحتك. ولو عندك كرفس متوفر عندك حطي، هيدي طعم جميل جدا. وبعد كده بضيف الفلفل، لو عندك الشطه الصغيره حطيها، هيدي طعم جميل جدا. والفلفل هنا حسب الرغبة، عايزة تكتري او تقللي براحتك طبعا. وبعد كده بضيف الزيتون بتاعي وهقلبهم كويس جدا مع بعض وهرجع لكم. خلاص انا قلبت كل المكونات بتاعتي مع الزيتون، بجيب البطرمان بتاعي واكون غسلاه ومنضفاه بالشكل ده. وبعد كده بحط الفلفل، طبعا الخلطة دي جميلة جدا. لو انت حابة تخزنيه بمية وملح بس مفيش مشاكل خالص، طبعا بيبقى طعمه حلو حسب رغبتك، عايزاه سبايسي عايزاه بارد، طبعا ده حاجة اختيارية. هخلص وارجع لكم. خلاص كده انا خلصت الزيتون بتاعي بالشكل ده. تعال نعمل اهم خطوة في المخلل بتاعنا. علشان المخلل ما يبص منك تكون المية مغلية وباردة تماما، ما تكونش دافية، تمام. وتاني حاجة واهم خطوة، لازم يكون الملح بتاعك خشن علشان المخلل يعيش معاكي فترة طويلة جدا. لكل لتر من المية هياخد معاكي 5 معالق كبيرة من الملح او 120 جرام، او ياخد معاكي نص كوباية من الملح. طيب لو مش متوفر معاكي الملح الخشن هتحطي ملح ناعم، مفيش مشاكل، بس انا بفضل الملح الخشن. والكل لتر من المية ليه معلقة سكر كبيرة علشان يحافظ على التخليل. او نختبر المحلول بتاعنا بالبيضة، لو عمت لفوق على وش المية يبقى كده الملح بتاعنا مظبوط. وبعد كده بنجيب الليمون بتاعنا اللي احنا عصرينه، انا هنا هحط كوبايتين من عصير الليمون الخام. لكل كيلو من الزيتون بياخد كوباية من عصير الليمون، تمام. وهسيب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. وبعد كده بضيف محلول الملح اللي احنا عملناه مع بعض، اللي كان عبارة عن مية وملح خشن ومعلقة كبيرة من السكر علشان يحافظ على التخليل بتاعنا. واخر حاجة بضيفها هنا بضيف القشر ده علشان لو في اي حاجة طبعا هيحفظه لنا ويضغط على المخلل بتاعنا لتحت ما يطلعش لفوق. وبرضو بيتاكل وبيبقى طعمه جميل جدا. وبجيب هنا ورق الرولي او ورق الغار ده بيحافظ برضو على التخليل بتاعنا، ما فيهوش اي حاجة تدخله. واخر حاجة هضيفهم معلقتين الزيت علشان بس ما تكونش اي بكتيريا، ده احتياطي حماية للوش علشان ما تدخلوش اي حاجة، وان شاء الله هيبقى معاكي احلى مخلل، تمام. وبعد كده بجيب الكيس بتاعي، كيس تلاجة عادي خالص، واروح قافلة البطرمان بتاعي كويس جدا بالشكل ده. شايفين الجمال؟ حاجة تحفة بجد. ان شاء الله هنخزنه لرمضان وهنفتحه مع بعض وهنشوف النتيجة. ودي بقى كمية الزيتون التانية، دي بقى الكمية، تمام. هنخللها مع بعض بنفس الطريقة. لو انت حابة تعمليه بمحلول ملح بس مفيش مشاكل خالص، طبعا ده حسب الذوق. لكن الخلطة دي عايزة اقول لكم فعلا خلطة جميلة جدا وجبارة، اللي هيجربها مش هيبطلها وتكون ادمان. يا ريت لو عجبك الفيديو تدعميني باللايك والشير وسبسكرايب علشان يوصلك منه كل جديد، وكومنت محفز زي كده حلو علشان يشجعني. حبايب قلبي اللي بيسألوني على الفيديوهات ومش لاقيينها، ادخلوا على القناة خدوا جولة فيها ان شاء الله هتجربوا حاجتي وهتعجبكم جدا. واللي جرب حاجتي اكيد عارف مصداقيتي.
كده خلاص انا كده خلصت الكميه بتاعتي. وبرده بنفس الطريقه هعمل المحلول الملح. هنقول مع بعض سريعا. محلول الملح لازم يكون ميه مغليه وبارده تماما، ومعايا هنا ملح خشن علشان يحافظ على المخلل بتاعك مدة طويلة جدا، وكمان يقعد معاكي سنة واتنين طالما انت مخزنة التخليل بتاعك صح. لكل لتر من المية ليه نص كوباية من الملح او 5 معالق كبيرة هرمية من الملح، ومعلقة من السكر، وكمان هنا كوباية من عصير الليمون الخام. الحقي خزنيه دلوقتي. خلاص احنا اخر الموسم بتاع الزيتون دلوقتي متوفر كتير جدا، احسن من انت تشتريه من بره وباسعار غالية. فاستغل الموسم بتاعك وحاولي توفري على قد ما تقدري. وان شاء الله هنفتح المخلل بتاعنا مع بعض وهنشوفه في رمضان بمشيئة الله. طبعا كلنا عارفين رمضان بيحب المخللات وبيحب حاجات كتير جدا، فلازم نوفر في بيوتنا على قد ما نقدر. الزيتون ده المرارة بتاعته عالية جدا، تمام، فلازم يقعد معانا فترة علشان يتخلل معانا. ونحط الزيتون بتاعنا بعيد عن الحرارة، يعني بعيد عن المطبخ خالص، ونحطه في مكان ضلمة من وقت للتاني نبص عليه علشان لو احتاج مننا ميه. طيب لو احتاج مننا ميه هنغلي الميه ونبردها ونضيف لها ملح. ما ينفعش ان انت تحطي ميه من غير ملح، ضروري تزودي ميه بالملح علشان ما يعفنش منك او تدخله بكتيريا. تمام. ان شاء الله المخلل ده ينفعنا في رمضان. اعملي المخللات في البيت انضف وارخص بكتير جدا من بره. وبكده خلص الفيديو بتاعنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت محفز زي كده حلو علشان يشجعني، وحط اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. ودلوقتي اقول لكم باي باي، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله على خير.